الذكاء الاصطناعي مش بس بيساعدك تشتغل أسرع، في ناس بتكسب منه فلوس حقيقية دلوقتي، بمعنى إن مش شركات، مش مبرمجين، مش خبراء، ناس عادية زيي وزيك بتستخدم أدوات مجانية أو رخيصة وبتحولها لمصدر دخل حقيقي، والفرق الوحيد بينهم وبين ناس تانية إنهم عرفوا الطريق الصح وبدأوا. في الفيديو ده أقول لك على 5 طرق مجربة وحقيقية تكسب منها فلوس باستخدام الذكاء الاصطناعي، وده من غير خبرة ولا برمجة، من غير حتى دراسة سنين، ومن غير رأس مال كبير. فخليك معايا لآخر الفيديو لأن الطريقة الخامسة هي أقوى طريقة فيهم وفي ناس كتير ما تعرفهاش. بس كده قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ولكن خليني احكي لك على فلان ده 28 سنه، خريج اداب، بيحب الكتابه، بس كان عارف يحول الموهبه بتاعته دي لفلوس. في يوم من الايام صاحبه قال له جرب شات جي بي تي في شغلك. فلان ده اتحمس، فتح على ده، واول ما جرب في كتابه مقال الوقت اللي كان بياخده في 3 ساعات خلص في 45 دقيقه بس اللي صدمه ما كانش السرعه، اللي صدمه انه قادر يخدم عملاء اكتر وكسب اكتر في نفس الوقت. ومن يومها فلان ده ما بقاش بس كاتب، بقى كاتب بيستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد، وده غير حجم دخله بشكل كامل. قصه فلان مش استثناء، في الاف زيه بيعملوا نفس الحاجه دلوقتي. والنهارده اقول لك الطرق اللي بيعملوها بالظبط. قاعده اساسيه قبل الطرق دي ما تعملها، قبل ما تبدا لازم تفهم حاجه مهمه جدا: الذكاء الاصطناعي مش بيشتغل بدالك، هو مضاعف للجهد بتاعك. بمعنى لو انت دخلت له فكره ضعيفه هيطلع لك نتائج ضعيفه، ولو دخلت له تفكير واضح ومحدد هيطلع لك نتيجه احترافيه. بمعنى ان القاعده في الموضوع ده: انت بتفكر والاي اي بينفذ. والطرق الخمسه اللي هنتكلم عنها كلها مبنيه على المبدا ده، ويلا نبدا. اول حاجه الطريقه الاولى وهي كتابه المحتوى ومساعده الاي اي. اول طريقه وهي اللي فلان بدا بيها: الشركات واصحاب البيزنس محتاجين محتوى كل يوم. بمعنى ان بوستات السوشيال ميديا، مقالات، اوصاف منتجات، ايميلات تسويقيه، سكريبتات فيديو، وده لكتير منهم مش عندهم وقت يكتبوا بنفسهم، او حتى مش عندهم موهبه الكتابه، وده بالظبط مكانك انت. ولكن هتيجي تسالني ازاي بتستخدم الاي اي هنا؟ مش بتقول له اكتب لي بوست، يا ده بيخليه يطلع كلام عام وممل. بتقول له مثلا اكتب لي بوست فيسبوك بالعاميه المصريه لساحب متجر ملابس بيستهدف سيدات من 25 سنه ل 40 سنه. الموضوع عن تشكيله صيف جديده، الاسلوب يكون قوي ومش اعلاني صريح، الطول من 100 ل 150 كلمه. الفرق بين البرومبت ده والبرومبت العام بيفرق ساعات من الشغل. ولكن هتيجي تسالني ازاي تلاقي عملاء؟ عندك موقع زي خمسات وفايفر، وانا شرحت خمسات قبل كده، فيها طلبات كتابه يوميه. ابدا بسعر بسيط، اجمع تقييمات وارفع سعرك تدريجيا. وخليني اقول لك ان فلان اللي قلت لك عليه في اول 3 شهور وصل من 8 ل 10 عملاء ثابتين شهريا، كل واحد فيهم بيدفع ما بين 500 ل 1500 جنيه شهري. ولكن خليني اقول لك ان الحقيقه كامله ان الاي اي بيعمل 70% من الشغل، انت بتعمل 30%، والتعديل اللمسه الشخصيه وضمان الجوده، وده اللي بيستحق الدفع. بمعنى ان انت اللي بتعمل يعتبر الخلطه كلها. الطريقه الثانيه في الفيديو ده تصميم الصور والجرافيك بالاي اي. تاني طريقه وفيها فرصه ضخمه دلوقتي لان السوق لسه مش مشبع منها. ادوات زي ميد جيرني او حتى ادوبي فاير فلاي او جيميناي بتعمل صور احترافيه يا جماعه من وصف نصي في ثواني. ولكن ازاي تكسب منها؟ اول حاجه عشان تبيع الصور دي على مواقع الستوك مثلا زي شاتر ستوك او ادوبي ستوك او حتى فير بيك، بتقبل صور للاي اي في بعض الفئات، وانت هنا بتولد صور بترفعها وكل ما حد بيشتريها بتاخد فلوس. مجهود واحد، مبيعات متكرره. ثانيا تصميم لعملاء مباشرين، اصحاب الصفحات والمتاجر الصغيره محتاجين حد يعمل لهم صور لمنشوراتهم. تقدر تقدم خدمه صور احترافيه للسوشيال ميديا بالاي اي بسعر اقل من المصمم التقليدي واسرع. ثالث حاجه بيع تصاميم على منتجات، بمعنى ان موقع زي ميرش باي امازون او ريد بابل بتحط تصاميمك على تيشيرتات واكواب وستيكر، وبتكسب عموله على كل بيعه من غير حتى ما تلمس المنتج. وخليني اقول لك على الاداه المقترحه للمبتدئ في الموضوع ده: كانفا اي اي، مجاني في الاساس، موجود بالعربي وسهل الاستخدام جدا من غير اي خبره في التصميم. الطريقه الثالثه في الفيديو ده انتاج فيديوهات بالاي اي وبيعها. ثالث طريقه في الفيديو ده وهي الاسرع في النمو في الوقت الحالي، بمعنى ان الفيديو دلوقتي هو الملك على كل المنصات. ادوات الاي اي بتخليك تعمل فيديوهات من غير كاميرا ومن غير حتى معدات. والادوات في الموضوع ده موقع زي رانوي او حتى بيكا او صوره، بتولد فيديوهات قصيره من وصف نصي او حتى صوره، او حتى سينسيا او حتى هيجين بتعمل فيديوهات بافاتار بشري بيتكلم، مناسب جدا للكورسات او حتى شروحات. او حتى مثلا كاب كات اي اي بتضيف السب تايتل وتاثيرات ومونتاج اوتوماتيكي. ولكن هتيجي تسالني ازاي تكسب في الموضوع ده؟ قنوات يوتيوب بدون وجه، في قنوات بتكسب من الاعلانات وصاحبها حرفيا مش بيظهر ابدا. المحتوى بالكامل مولد بالاي اي، فيديوهات عن التاريخ، الحقائق المثيره، او حتى القصص او المعلومات العامه. مثلا ممكن تعمل فيديوهات لعملاء شركات ومتاجر مختلفه بتحتاج فيديوهات تعريفيه واعلانيه، وده انت تقدر تعمله بالاي اي بجزء من تكلفه الانتاج التقليدي وتبيعها بسعر مناسب. او مثلا كورسات ومحتوى تعليمي، تقدر تعمل كورس كامل بافاتار بيشرح من غير ما تظهر انت على الكاميرا. ولكن تحذير مهم: بعض المنصات زي يوتيوب بدأت تطلب
الافصاح عن المحتوى المولد بالاي اي. دايما اقرا السياسات كل منصه قبل ما تنشر. الطريقه الرابعه في الفيديو ده اتمدد الخدمات ببناء ادوات اي اي بسيطه. رابع طريقه وكتير ما بيفكروش فيها، في ادوات بتخليك تبني ادوات اي اي صغيره من غير حتى ما تكتب سطر كود واحد، زي مثلا ادوات زي شات جي بي تي، جي بي تي اس، تقدر تبني جي بي تي مخصص لمهمه معينه وتبيع الوصول ليه. او مثلا ميك دوت كوم بتبني سيستمات اتمته تربط تطبيقات مختلفه مع بعض بالاي اي. او مثلا بو او فلويز اي اي بتبني شات بوتس مخصصه لشركات ومتاجر. والسؤال الاهم هنا ازاي تكسب الموضوع ده؟ زي ما قلت لك، شات بوتس لخدمه العملاء. المتاجر الصغيره محتاجه حد يرد على اسئله العملاء 24 ساعه. تقدر تبني شات بوت بسيط بالاي اي وتبيعه للمتجر كاشتراك شهري. زي مثلا ادمتة عمليات تكراريه، في شركات بتضيع وقت في مهام تكراريه زي مثلا ارسال الايميلات، تصنيف بيانات، رد على استفسارات. تقدر تبني سيستم بالاي اي يعمل الحاجات دي اوتوماتيكي وتبيعه. او مثلا تعمل جي بي تي متخصص، بمعنى انك تقدر تبني جي بي تي متخصص في مجال معين زي مساعد كتابه عقود او حتى محلل سي في، وتبيع الوصول ليه سبسكريبشن شهري. وده مناسب لمين؟ اللي عنده فضول تقني بسيط ومستعد يتعلم اساسيات الاتمته، مش محتاج تبقى مبرمج، محتاج تكون منظم ومحب للتجربه. الطريقه الخامسه في الفيديو ده والاخير تعليم الاي اي للناس التانيه. والطريقه الخامسه دي اللي وعدتك فيها في اول الفيديو من الاول واقل ناس بتفكر فيها حرفيا، ان انت تعلم الاي اي. ممكن تعمل ده، ودي الطريقه اللي انا وعدتك بيها من اول الفيديو واقل ناس بتفكر فيها، وانك تعلم الاي اي. بمعنى في مقارنه طريفه دلوقتي في السوق، الناس كلها عايزه تتعلم الذكاء الاصطناعي، ومفيش كفايه من الناس اللي بتعمله عربي وباسلوب بسيط ولجمهور مش تقني. يعني لو انت اتعلمت عن اي اداة اي اي كويسه، في ناس مستعده تدفع عشان تتعلمها منك. طبعا هتسالني تاني ازاي تكسب من ده؟ ممكن تعمل كورسات اونلاين، بتعمل كورس عن شات جي بي تي مثلا للمبتدئين، او حتى ميد جيرني للتصميم، او عن اتمته الاعمال بالاي اي، وبتبيعه مثلا على منصات زي يوديمي او حتى تيتشبل او حتى مجموعه واتساب مدفوعه. او انك مثلا تعمل ورش عمل مباشره، بتعمل اونلاين ورك شوب مدته ساعتين لمده 3 ساعات مثلا بسعر معقول، 20 شخص اضربه مثلا في 500 جنيه هتلاقيها ضربت معاك في رقم كويس جدا. او انك مثلا تعمل استشارات فرديه، اصحاب بيزنس محتاجين حد يساعدهم يفهموا ازاي يدمجوا الاي اي في شغلهم، تقدر تعمل جلسات استشاريه ساعه او اتنين. او انك مثلا تعمل محتوى عن الاي اي زي مثلا قناه يوتيوب او صفحه تشرح فيها ادوات الاي اي بالعربي. الطلب على المحتوى ده ضخم جدا دلوقتي والمنافسه لسه محدوده. والسر في الموضوع ده مش محتاج تبقى خبير عالمي في الاي اي، محتاج بس انك تاخد خطوه واحده قدام الناس اللي بتعلمهم، واللي اتعلمته في الفيديو ده خطوه كفايه تبدا بيها. ولكن خليني اقول لك على شويه اسرار مضاعفه للنتيجه في اي طريقه من اللي احنا قلناهم فوق. عندك 4 اسرار كالعاده زي ما بنقولهم في كل فيديو. اول واحد فيهم البرومبت المفصل هو الفرق، بمعنى ان كل الطرق اللي اتكلمنا فيها جوده المخرج بتعتمد على جوده البرومبت. اتعلم ازاي تكتب برومبت واضح ومحدد، وده وحده يضاعف نتائجك. تاني سر في الموضوع ده، جرب الاداه المجانيه الاول، بمعنى ان معظم الادوات عندها نسخه مجانيه زي شات جي بي تي. ابدا الاول في النسخه المجانيه وبعدها ابقى ادفع. وعندك مثلا جيميناي مجاني وكانفا اي اي مجاني برضو، كلهم كفايه للبدايه. وبعد كده لما تلاقي نفسك اتطورت في الموضوع ده ابقى اشتري النسخه البرو. ثالث سر في الموضوع ده، اختار طريقه واحده وعمق فيها جدا. الغلطه الكبيره انك تجرب الخمسه دفعه واحده. اختار اللي بتحس انك اقرب اليه واشتغل عليه شهر كامل او اكتر من شهر قبل ما تحكم. السر الرابع والاخير، الاي اي بيتطور كل يوم، بمعنى ان انت بتتعلمه النهارده ممكن يتغير بعد 6 شهور. فانت خليك متابع اول باول. الناس اللي بتفضل محدثه هي اللي بتفضل في المقدمه دايما. وخليني اقول لك على الارقام اللي ممكن تعملها في الموضوع ده من الاي اي، بمعنى ان كتابه المحتوى بالاي اي ممكن يبدا معاك من 5 ل 5000 جنيه كل شهر حسب عدد العملاء اللي انت بتتعامل معاهم وجوده الشغل. وكمان تصميم الصور ممكن معاك من 500 ل 3000 جنيه في الشهر او اكتر من كده حسب ايه المنصه وازاي بتبيع. وفيديوهات الاي اي ممكن توصل معاك من 1000 ل 2000 لحد 10000 و20000 في الشهر. الفيديو الاعلى دخلا بس الاصعب في البدايه. واتمتت وبناء الفيديوهات من $500 ل $3000 في الشهر اعلى دخل، بس محتاج تتعلم اكتر. وتعليم الاي اي غير محدود حسب حجم جمهورك والتخصص بتاعك. واهم ما تعرفوا الارقام دي مش هتيجي في اول اسبوع ولا حتى جايه بعد شهور، ولكن من التعلم والتطبيق والتحسين. اللي بيبدا بتوقعات واقعيه بيكمل، واللي بيبدا على وهم بيوقف. بس كده واحنا هنا وصلنا لاخر الفيديو. الذكاء الاصطناعي مش تهديد لشغلك، هو اداه لو عرفت تستخدمها هتبقى اقوى من اللي ما بيستخدمهاش. بمعنى الفلان اللي حكيت لك عنه في اول الفيديو ما كانش كاتب واو وما كانش عنده خبره، كان بس شخص قرر يجرب. والفرق بينك وبينه هو قرار واحد بس، انك تبدا النهارده. واللي هتعمله دلوقتي 3 خطوات. اول حاجه اختار طريقه واحده من ال5 اللي اتكلمنا عنهم
واللي هي اقرب لمهارتك. تاني حاجه افتح شات جي بي تي او جيميناي دلوقتي وجرب اول برومبت متعلق بالطريقه اللي انت اخترتها. تالت حاجه حط في الكومنتات انا هجرب الطريقه رقم كذا وانا هرد عليك شخصيا واساعدك في اول خطوه. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات الجايه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.